أي مسلم تعرض لابتلاء ولا طريح الفراش بسبب شي مرض تبتلى به وتصاب به، فواجب على بقية المسلمين اللي قرابين ليه في العموم أنهم يزوروه ويعودوه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وأي واحد مشى زار شي مريض كيدي واحد الأجر كبير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. خرافة الجنة يعني جني ثمر الجنة، فالوقت اللي هو غادي فيه عند المريض من ذاك الوقت هو كيجني في ثمار الجنة حتى يجلس، كما قالوا العلماء. فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إلا زرتي المريض في الصباح كتبدا تصلي عليك الملائكة، والمقصود بصلاة الملائكة عليك أنها كتطلب من الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويرحمك ويقيك من عذاب النار. ثم هناك آداب إسلامية عند زيارة المريض، أولاها أنه يدعي له بالشفاء والعافية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان كيزور شي مريض كان كيقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا من باب التفاؤل وتطيب الخاطر وحسن الظن بالله تعالى. ولهذا من آداب زيارة المريض أن الإنسان يختار الألفاظ والعبارات اللي كتدعم المريض باش يقاوم الداء اللي فيه. يقول لي مثلا: أبشر، وهذا المرض هذا راه خفيف، وشحال من واحد داز منه تعافى بإذن الله تعالى. فالمهم يختار الألفاظ اللي تريح النفسية ديال المريض وفي الألم اللي هو فيه، ماشي كما بعض الناس الله يهديهم إلا حضروا عند المريض كيحطموا ليه في المعنوية ديالو، فبمجرد ما يشوف المريض يقول ليه: وجهك صفر ووليتي ضعيف، ولا يعاود على شي واحد يقول ليه: واحد جاري ولا واحد السيد كنت كنعرفو حتى هو تبتلى بنفس المرض اللي انت فيه ومسكين راه مات مشى عند الله. فانتبه لهذا الامر واتق الله في نفسك، لان هذا كيتعتبر سوء ادب منك عند زياره المريض. كذلك من الامور اللي خصو يراعيها عند زياره المريض انه يستغل هذاك الموقف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين لي بأن الله تعالى ما ابتلاك واختبرك بهذا المرض غير باش يقربك لعنده وباش يجازيك عليها خير الجزاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن آداب الزيارة أنه يذكر المريض بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصبره ويقول لي بأن ما عند الله تعالى خير وأبقى. ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيحرص على هذه الأمور في باب الدعوة عند زيارته للمريض، لكن كيستغل الظروف والأوقات للدعوة إلى الله جل وعلا. وقد كان غلام يهودي كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي حالة ما بان لي بأن المريض كيحتضر وبدات كتبان عليه أمارات ديال الموت، فهنا خصو يذكر بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، واللي هي مفتاح الجنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولكن يكون بأسلوب حسن ومناسب، ويكفي أنه غير يبدا يتلفظها يسمع المريض بها، ما يقولش ليه قول لا إله إلا الله، لأنه يقدر ينفر ويتضجر وربما يقول: أو سيدي أنا ما قايلهاش ويموت عليها، وهذه خاتمة سوء. ولهذا قالوا العلماء من الآداب أنه يلقنها بكل حكمة وأسلوب مناسب، ويكفي أنه يتلفظ بها كما جاء في بعض الآثار أنه يقول لا إله إلا الله يسمع بها المريض، والمريض ديك الساعة ملي غادي يسمع لا إله إلا الله غادي يتذكرها ويقولها. وهنا في حالة إلا قال لا إله إلا الله فخص الحاضرين يسكتوا باش المريض ما يقولش من موراها شي كلام آخر، لأن إلا مشى قال عاوتاني شي كلام آخر
يعني سمع الهضره كطور وجاوبهم على شي حاجه من بعد ما قال لا اله الا الله، خاص عاوتاني الحاضرين يذكروه بلا اله الا الله باش يعاود يقولها. علاش؟ باش تكون اخر الكلام ديال المريض في هذه الدنيا لا اله الا الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه.